بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي، أعمل معاكم النهاردة قرص بعجل. أنا معلش بعملهم كل أسبوع أو 10 أيام، ما عملتهمش بقالي فترة. ما تنسوش يا حبايب الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، واكتبوا لي تعليق حلو يا حبايب قلبي، وحطوا لايك. اللايك مش بفلوس، ده ببلاش. هنعمل النهارده القرص بطريقة سهلة وبسيطة يا حبايب. أول حاجة هنحطها السمنة، واللي في السمنه دي مطرح المعلقه يا حبايبي كنت بسوي عجوه عشان احطها في قلب. بحط سمنه يا حبايبي وبكمل بزيت، عشان زي ما انتوا عارفين الزيت غالي والسمنه غلي. دي ودي غلا يا حبايبي، المفروض نعملهم بميه، ما عدناش نعمل لا بزيت ولا بسمنه. وهنحط زيت يا حبايبي. والحشوه النهارده هحشي نصهم بعجوه يا حبايبي، والباقي اعمله ساده. هتقزز ازاي كده يا حبايبي؟ السمنه والزيت بتاعتهم قليله، انا حاطه كوبايتين سمنه وكوبايه زيت قليله لان انا عامله كميه. هحط كمان قيمه كوبايه زيت او كوبايه ونص عشان يبقى قدامهم حلو. كده حطيت يا حبايبي كمان كوبايه ونص زيت، وحاطه في الدقيق يا حبايب قلبي نطره ملح ومعلقتين سكر. لما تبقى معاكم تحسوها منديه كده يا حبايبي. ودي الخميره دي بنجيب الخميره اللي هي الطريه وبنحطها في شويه دقيق وبنربها على بياض، وبعجن بقى تاني يوم. وهنحط بقى اللبن يا حبايبي، ونعوزنا هنكمل بميه. لازم نمسح الصحن كده، ما نسيبش فيه زيت ولا سمنه، زي ما قلت لكم الحاجه غاليه يا حبايبي. وهنحط اللبن بسم الله. دي لبن رايب يا حبايب قلبي، لو عندك لبن من اللي هو بتزود اللبن حبه بحبه عشان ما تتمرقش منه. وزي ما قلت لكم يا حبايبي دي لبن رايب. وبتحط فيهم باكويان فانيليا يا حبايب قلبي. انا قعدت اجيب لسه ارشهم على العجين. لو ما انتش عايزه الفانيليا خلاص بتشيليه، بس بتخلوهم حلوين. ولو عندك سمسم حط، بس انا ما عنديش الدار. هخلصهم عجين بقى يا حبايبي عشان الفيديو ما يطولش، وارجع معاكم تاني. كده رجعت معاكم يا حبايب قلبي، كده تعجنت اهي.
تعرفها ازاي اللي هي تعجنت وخدت حقها؟ لما تعجني كده وما تلاقيش طلع في ايدك عجين، معلش بتلزق اهو. تبقى كده ناجحه معاكم كده. خلاص هسيبها بقى ترتاح شويه 10 دقايق وارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايب قلبي. كده العجينه هنا سبتها ربع ساعه، وبنقرصها الحته. لو انت عايزه تكبر بتكبر، عايزاها صغيره طبعا رغبتك كده. وبحط فيها حته العجوه يا حبايب قلبي، وبتلم العجينه عليها اهو. وعند البتاع ده انا قلت لكم من اللي عاملها، بس حط التقريصه وحط عليها لازما كيك عشان ما تلزقش في الخشب. اهي يا حبايب قلبي، بس هي جت مني رقيقه شويه. انت تبع ما انت عايزه بقى، عايزه تخنيها ترققيها تبع ما انت عايز، بس انا عاملاها رقيقه عشان ايه ما تفتويش اهي. وسمك العجينه دي يا حبايبي طبعا انت رغبتك، عايزاها رقيقه عايزاها تخينه طبعا ما انت عايز اهي. لازم انكز زي ما قلت لكم يا حبايبي عشان ما تلزقش منكم اهي يا حبايبي. هعمل معاكم صينيه وبعد كده افصل على ما اجي طالعه عند الفرن اقوم راجعه معاكم تاني. حطوا لايك يا حبايب قلبي، وحطوا واكتبوا لي تعليق حلو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب اهي. اهي يا حبايبي. لو عايزه تحشوهم ملبن بيبقوا حلوين بردك يا حبايبي، بس انا عندي ولادي بيحبوهم بعجل. والعجوه دي يا حبايبي بقطعها بالسكينه وبسيحها في معلقه سمنه. اسهل ما تقعد تبطط على ايدي.
كده القرص اهي يا حبايبي. هخلص بقى عشان الفيديو ما يطولش، اما اجي اولع الفرن هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايب قلب. اول صينيه احطها في الفرن، ولازم يا حبايب تخرم وشها لا بشوكه يا بسكينه تبع ما انت عايز عشان ما تقبش مني. اهو ادخلها بقى الفرن يا حبايب قلبي، وما الفرن بيسخن بتوطي بقى عشان ما تطلعش منك عجين. ولو عندك فرن من اللي هو الكهرباء ما عندكش من بلدي دي، بتظبطيه على 180 درجه، وبتقفل عليها بقى عشان تحمر وتنشف فوق وتحت. لو عايزاها طريه بتعلي شويه. واهم حاجه يا حبايبي تاخدي بالك منها عشان لا تلزق ولا تتحرق منك، كل شويه بتفتحي وتلفي الصينيه. اما تحمر هرجع معاكم تاني. وكده اول صينيه يا حبايب قلبي. لو عايزه تحمر عن كده او تفتح عن كده بتتبع الرمل. هما كده متلاتين يا حبايبي اهو، محمريه فوق وتحت. متنسوش تشتركوا في القناه يا حبايب قلبي، وفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي تعليق حلو ربنا يسعدكم. حطوا لايك يا حبايب قلبي. ولما اخلص هصورهم لكم في الاخر يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.